أول غلطة بيقع فيها ناس كتير هي إن هما بيتعلموا أكتر من لغة برمجة في نفس الوقت. كتير من الناس بيقعوا في الفخ ده. لما بتبدأ تتعلم البرمجة ممكن تتحمس وتفتكر إنك لازم تتعلم كل اللغات مرة واحدة، تلاقي نفسك بتتنقل ما بين الجافا سكريبت والبايثون والجافا وغيرها، وده بيخليك تتلخبط في الأساسيات ومش بتعرف تركز على لغة واحدة. المشكلة هنا إنك بتحس إن أنت مش بتتقدم. صحيح أنت عارف كذا لغة بس مش متقن أي واحدة فيهم، وده بيخليك تفقد الحماس وتوقف. كل لغة برمجية ليها مميزاتها وعيوبها، لكن الأهم إنك تتقن لغة واحدة الأول قبل ما تتنقل لغيرها. لو عايز مني نصيحة، ابدأ بلغة مناسبة لمجالك. لو عايز تشتغل في تطوير الويب، الجافا سكريبت هتكون اختيار ممتاز، ولو مهتم بالذكاء الاصطناعي أو الداتا أناليسيز، البايثون هتكون الأنسب ليك. المهم إنك تركز على لغة واحدة وتتعلم تستخدمها بشكل فعال. ولو لسه ما لقيتش المجال اللي انت حابب تشتغل فيه، ممكن تبدأ بسي بلس بلس او الجافا، تبدا انت تتعلم كل المفاهيم البرمجيه في اللغه دي. عايزك تفتكر دايما ان مش مهم عدد اللغات اللي تعرفها، المهم ازاي تستخدمها صح وتحقق بيها اهدافك. وكده كده لما تتقن لغه واحده هتلاقي نفسك قادر تتعلم لغات تانية بسهوله اكبر وفي وقت اقل.